تقدر تقول لي انا عملت ايه في الشهر في ال10 شهور اللي فاتوا من السنه؟ ولا اي شيء. طب تقدر تقول لي انت محضر ايه للشهرين قبل نهايه السنه؟ ولا اي حاجه برضه. مستني ايه؟ مستني حد يجي يشدك؟ ماتش ودي جديد يا نجوم مصر. ماتش ودي جديد يا نجوم مصر. يا ماتش ودي بنسخن الماتش. ماتش ودي جديد يا نجوم مصر. شايف كل عيبة تستاهلوا الطرد. عقبال الكاس هيدفعوا ماتشات. طبعا اولا قبل اي حاجه انا حابب اعتذر جدا عن كيس الشيتوس اللي انا كنت ماسكه في ايدي الفيديو اللي فات. سلخت في الكومنتات يعني ان شاء الله كنت اتشك في طيازي، بس والله لو بصيت للامر هتلاقيني راجل غلبان. يعني انا كنت طالب ايه الحكايه بدات منين؟ انا كنت طالب 5 سندوتشات كبده الشرقاوي اللي هو الميديم ابو 30. كنت طالب من على طلبات. جه الراجل جاي على البيت اتصل بيا قال لي حضرتك محتاج حاجه وانا جاي. قلت له عايز ازازه بيبسي لا 2 لتر ونص. انا فشخت الدنيا، جيتك حلقه طلعت ديك ابوها. قلت له عايز ازازه ماكسي كولا صناعه مصريه اللي هي 2 لتر، وعايز كيس ويندوز يا ويندوز مصري بتاعنا يعني. فهو اتلخبط بقى راح جايبوا لي شيتوس بافس، وانا راجل القضيه بتجري في دمي. هو عميل وخاين يعني، عايزين تحاسبوا حد حاسبوا شركه طلبات، انا ماليش دعوه. في بعض الناس مؤخرا كده بيعملوا حاجه بيزك او اللي هم بيروحوا الجيم عادي يعني. الناس دي بعد فتره بتحول الاكونت بتاعها بيزنس، بقى تقول انا بيرسونال ترينر، وبتدي لنفسها الحق ان هي تطلع تنظر عليك يعني تتف في خلقتك بقى. انا ما عنديش مشكله مع بتوع الجيم اطلاقا، عشان لو حد فيهم شافني في الشارع ما يعملش فيها حاجه. بس انا عندي مشكله مع الناس اللي بتنظر عموما يعني. مش اي حد شال دمبل 50 يطلع ينظر علينا الا فادي بكري عشان هو عندي واحتمال يشوف الفيديو يعني. اكيد مش هيعرف يجيبني عادي يعني. انا بسيطه اتجنب الشيخ زايد والتجمع ومراسي في شهر 6. اول واحد معانا النهارده كابتن الحسين. كابتن حسين عنده مشكله كبيره قوي. انا برضو ما عنديش مشكله مع كابتن حسين، انا ما عنديش مشكله مع اي حد بيقعد في شيراتون. ارجوكم ما حدش يجي شيراتون. اقف كده وقف كده وبص لنفسك بص الذكر في المرايه وراجع نفسك. الكل بيتفرج عليك ومدفع منك وبيضحك عليك ومسترجل. واشتغل وبطل تكسب زي الخنازير وخليك راجل عشان قسما بالله. قوم اقف كده لف وريني تيز. اشتغل وما تكسلش زي الخنازير بدل ما قسما بالله حاجه هتتكلم عنك ولا هتخلي الناس تشاور عليك ويسقفوا لك غير نجاح. اللي قلل منك يسقف لك وهيجي يقول لك انا عايز ابقى زيك وانت قدوه بالنسبه لي، وهتقول ان عمك الحسين قال. يا اسطى هو طبيعي كله هيسقف لما انجح يعني. هم هيسقفوا لي وانا فاشل ليه يعني؟ هيسقفوا لي وانا فاشل ليه؟ من اكتر الحاجات اللي بتعصبني اقسم بالله ان انا اشوف راجل ما بيتمرنش. يعني ايه يا ابني؟ انت مجنون؟ هو انت مجنون والله؟ هو يعني ايه اصلا انت؟ من اكتر الحاجات اللي بتعصب حسين انه يشوف راجل ما بيتمرنش. يعني لو انت نازل تطومك السوق وشفت حسين معدي بالصدفه يعني خدها وانزلوا مجموعتين سحب ارضي، لعبها راوند تايكوندو، نط اديها شلوت في دقنها، اعملوا اي نشاط عموما يعني، عشان هو بنسبه كبيره لو شافك انت بتتمرنش هيجي يتفتف في وشك بشده. يعني ايه اصلا انت تبقى راجل عندك لا مؤاخذه تيست وما تتمرنش؟ حاجه غير واقعيه. انت عبيط يالا. امال احنا سيبنا ايه للبنات؟ يعني ايه؟ يعني ايه تبقى راجل وعندك لا مؤاخذه تيست؟ امال احنا سيبنا ايه للبنات؟ يعني ما هو البنات ما استرجلتش وبقت تقول سنتيانا وتشتغل كول سنتر وتشرب توب من فراغ. ما انت اصلك لو بتتمرن مش هتقول للجوز جيرل اللي شقطتها من العصافره يا مامي. وانت تيجي تقول لي اصل انا ما بحبش الجيم يا كوتش، اصل انا ما بعرفش. انت اتمرن يا عم اي حاجه، العب بوكس العب كوره يا عم، اتمشى يا عم اتمشى. صحتك هي اللي هتقعد معاك اقسم بالله. ال60 سنه اللي انت هتقعد تشتغلهم هتخرج على المعاش صحتك اللي دايما. انت ترضى اللي انت تشوف اللي من لحمك شايفين ابوهم صحتهم مفشوخ؟ انت عبيط. انما اللي من لحمك اما يشوف ان ابوهم طول عمره رياضي هو ده التيست بقى يعني. حسين ما بيقولش ولادك اما يشوفوك، عيالك اما يشوفوك، لا بيقول لما اللي من لحمك يشوفوك. حس لحمك بتوجع اكتر لما اللي من عرضك يشوفوك، لما اللي من شرفك يشوفوك، لما حريم بيت. تقدر تقول لي انا عملت ايه في ال10 شهور اللي فاتوا من السنه؟ ولا اي شيء. طب تقدر تقول لي انت محضر ايه للشهرين قبل نهايه السنه؟ ولا اي حاجه برضه. طب بص بالعقل يا ابويا، طب تعرف المعلومات دي منين بجد يعني؟ مين بيجي يقول لك ان انا ما عملتش حاجه؟ ومين يديك الحق تزعق لي كده يعني؟ وكل ده يعني عشان الجيم يعني؟ ما انا ممكن اوقف فرايد تشيكن شهر واجي اسمعك ربع، افتح فيديو تفتف في وشك، عامله لك بيسين نادي الشمس تفافه. بعدين لو حد لاحظ هو الفيديوهات اللي بيعملها لازم يبقى فيه شتيمه فحوليه يعني. حتى لو بيتكلم عن وصفه البسبوسه هتحط نص كوبايه سمنه وتيجي منين السمنه وانت ناسي البيكنج باودر؟ عمر ما حد هيكون مهتم انك تبقى نسخه حلوه فشخ من شخصيتك ونفسك غيرك. انا تعبت والله، انا زهقت من الاعذار والشماعات اللي كل شويه بسمعها من الشباب. اسطى بتسمع ايه بالشباب يا اسطى؟ الشباب كلها بعتها نودز في الكومنتات. العيال قلعت مالط والله. في واحد فقد هيئته الفيزيائيه. ايه يعني؟ مش فاهم. ايه متضايق ليه؟ ايه يعني خسرت البنت اللي بتحبها؟ مع السلامه، في غيرها.
القط يا عيني كفران، يعني هو كان داخل المطبخ عايز لقمه ياكلها عشان يروح يطرطر في الرمله وينام، لقاه بيصور، قال لك يا دين امي يعني انا عني ما طفحت. بقى يقول لي عملت ايه في حياتك وهتفضل طول عمرك عايش على الدراي فود وبتنط على قطط بلدي؟ سبحان اللي بيألف القلوب على بعض. انا مش عارف يا ابني انت عامل لي ايه والله، ولا ده سحر اسود، بس انت في حته وباقي خلق الله كلهم في حته تانية. مفيش حد في الدنيا هيقدر ياخد مكانك، فربنا يخليك ليا يا اخويا، بجد من غيرك مش هعرف اعيش. حسين لقى الزعيم مش جايب شير، قال لك يلا انا هعمل واحد، قال لك يلا انا هعمل واحد بي او في عشوائي كده، اللي هو انت يا صاحبي يعني ربنا يخليك ليا، انا من غيرك ما اقدرش اعيش، وبدون ذكر اسماء بقى يعني بحيث تمشي مع كله. هو بيلاقي زعيم مش شغال بيخش يقلع الالجوريزم، يعني بيلعب في الاف واي بي تحت البطانيه. ممكن يا برو ابوس قاسك تحب نفسك شويه وتثق في نفسك اكتر من كده؟ ممكن لو سمحت تسترجل مع نفسك شويه؟ ابوس قاسك؟ هو بجد قال ابوس قاسك؟ والله يا جدعان مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس اخوكوا داخل يقرا فاتحه دلوقتي. الحلال صعب بس حلو وممتع، وبتكبر كده في السن. اسطى يعني هو الميوزك والموعظه دي كلها عشان انت داخل تقرا فاتحه، انت بتصعب كل حاجه في الدنيا يعني. امال لو داخل تلعب ليفربول في الانفيلد بتعمل ايه؟ معروف يا جدعان ان كل البنات عامة يا جماعة التعميم بتاع باسم ضايقني قوي، هو مستفز كل شوية يعمم يعمم يعمم، يا عم ما تهدى بقى شوية. والافواره دي بتبقى وحشة دايما عامة، لان في الاول ايه يا رجوله الكلام على ايه؟ الفيمينست لازم يستخبوا عشان مولد نزل مصر. الراجل حاضر هنا. اما بيقول الفيمينيستات لازم يستخبوا عشان انا نزلت مصر، يعني تخيلت المشهد بتاع ذا شايننج اللي هو بيكسر الباب بالفاس كده وداخل عليها بيقول لها انا روسي من جبال القوقاز، اسمي مافليدوفيتش بس ممكن تقول لي مافلد. عامة يا جدعان انا بحب مافلد، يعني انا ما عنديش مشكله شخصيه معاه، عشان الشباب اللي هتنط تضاجعني في الكومنتات تقول لي بقى انا روسي من جبال القوقاز وانا كفراوي من مركز دشلوت. انا روسي من جبال القوقاز، اسمي مافليدوفيتش بس ممكن تقول لي مافلد. صعب تلاقي حد حقيقي زي على السوشيال، كله بيحاول يقول اللي يعجبك بس عشان يكسب القرش، ما لو ضايقك وقلبت عليه الشركه مش هتكلمه يعمل لها اعلان. انا بقى حقيقي صافي، ولو عملت اعلان لشركه في المستقبل هتبقى الشركه حقيقيه مش بتزيف الواقع، شركه محترمه بجد. اصل انا ما حدش يشتريني بفلوس، استناني بكره. هو صعب يعني، هو صعب تلاقي حد حقيقي زيه على السوشيال يا اسطى. طب ما اسهل من الحزق ده، حط بتاع الانفلونسرز بيحطوها دي اللي هي فور بيزنس انكوايريز نوت خاص بعد كارت ب100. هي حركه صايعه بصراحه، اللي هو تشتم في المعلنين وتحكها في المعلنين في نفس الوقت، بس ما حدش ياخد باله يعني. غول بيزنس. لا دلوقتي بقى في اجتماع ايلون ماسك جايب تيم الماركتنج من بيوتهم مالط بقى، قال لهم هاتوا لي بقى الفحل القوقازي ده، يعني هو ده الوجه الاعلاني الجديد، عشان اصل هو الوحيد اللي حقيقي على السوشيال. انا روسي من جبال القوقاز، اسمي مافليدوفيتش بس ممكن تقول لي مافلد. ايه براتوخة، دي صفحتي انا، بقول عليها رأيي انا، مش بقول عليها رأيك انت. لو مش عاجبك رأيي انا يبقى اطلع بره، مش عايزك عندي هنا. انا مافليدوفيتش وانت هنا في الدارك ماجا. يا ابن حبيبي خف عبط الله يهديك، يعني براتوخة ايه ودارك ماجا ايه اللي انت قاعد فيها؟ ما تراعي مشاعر اللي لسه قاعدين في طلخه. بص يا ابن الحلال، هي كلمه واحده، امنع الكلام وبطل وش. مش عارف ان انا اللي بخلي الناس تمنع الكلام؟ ازاي؟ مجرد وجودي بيخليهم يخافوا. لعبنا على احكام. الحكم الوحيد اللي ممكن يتحكم عليا من ربنا فقط. ليه يا اسطى التصعيد الغير مبرر ده؟ يعني الراجل عايز يلعب جوله، الراجل نفسه في اسد ووردتين يتعشى بيهم لحمه ولا علبه تونه قطع، يعني ما قالكش تعالى نزني. بعدين يا اسطى ايه المرعب في وجودك؟ مش فاهم. انت شبه اي عيل اسمه بولا في اعدادي بيجيب سندوتشات بانيه المدرسه والعيال كانت بتضربه وتاخدها منه في حصه الرسم ويحشرها له في الدارك ماج. عموما هو انا اكتشفت ان مافلد زمان كان بيعمل تغطيه للراب سين، يعني كان بيحط فيديوهات ماينكرافت وتقطيع الصابون، اللي اي حاجه بقى من اللي بتتحط تحت فيديوهات عبد العاطي وهو قاعد بيخدش قيم الاسره. مافلد جايبها من تحت قوي، يعني هو كان فان بوي للرابرز في الاول، لقاها مش جايبه همها، راح جاب 67% في ثانويه عامه، قال لك خلاص يلا بينا، انا طالع على روسيا بلد الطب والجدعنه. انا مافليدوفيتش الدكتاتور، بقول رايي هنا ومش بسمع للراي الاخر. احنا بنصحح مش بنتصحح، احنا بنمندل مش بنتمندل. انا مش فارق لي عجبك خالص، فنصيحه اقعد شويه واتفرج عليا من بعيد، استناني بكره. احنا بنصحح مش بنتصحح، واحنا بنمندل مش بنتمندل،
احنا بنشخ مش بنتشطف، احنا بنطرطر مش بنستنجد. البنات اللي بتطلع نفسها على السوشيال ميديا امامير، هو ده اللي احنا عايزينه، بيدوا طاقه انوثه كده، دول يصلحوا للجواز. اشمعنى دول اللي بتتكلموا عليهم يعني وسايبين العكس؟ هم لما يجوا يتجوزوا هيتجوزوا راجل، فالاراء دي مش هتفرق معاهم قوي، عارفين ان ربنا خلقهم اناث وفخورين بده كمان. استناني بكره. هم دول بقى. هي البت الغبيه هي اللي تصلح للجواز. يعني انا احبها تبقى مدوره ومتخلفه، تبقى جاموسه بنت متنا. البت الغبيه عموما بتدي طاقه انوثه. يعني انت بذمتك لما تبقى بتكلمها وتلاقيها بتحط صباعها في بقها كده وبتقول لك انا مش فاهمه حاجه، انا غبيه، انا بنوته. يعني بذمتك ما بيبقاش نفسك تطلع الامام. تعالى يا حبيب قلبي، انت شكلك القعده تحت بتعجبك. تعالى، هو ده مكانك يا عره، هتفضل تحت بالمنظر ده يا عره العرر. لا ده احنا خدنا خالص. مش انت كنت حاطط في دماغك ان كلمه ذكر تتشال من البطاقه ويتحط مكانها ونش، يتحط مكانها بجم، يتحط مكانها غول؟ كلمه ذكر تتشال من البطاقه، تحط مكانها ونش، تحط مكانها وحش، تحط مكانها بجم، تحط مكانها عاجبك حالك كده يا ابني؟ مرايات بيك وعايزه تف عليك يا ابني. وانا بقول لك الكلام ده ليه؟ الدوم بيجي يديك الكشاف يفوقك. تعال انا ارجعك تاني ده، هو ده مكان. ما ترجعنيش تاني اصلا. الوضع ده مهين فعلا. الوضع ده اكتشاف بجد. حاسس ان انا متضايق وانا قاعد تحت التابلو كده. حاسس ان في نسوان كتير قوي كانت قاعده هنا وانا مكان اثار رجليهم. طلعنا دول، ما تهزرش والله العظيم، والله العظيم بزعل بجد. انت مكانك تحت بالمنظر ده، هتفضل تحت بالمنظر ده يا عره العرة. ماشي يا اسطى، ما تهزرش معايا تاني بقى، ما تهزرش معايا تاني برجوله، والله ما تهزرش معايا تاني. مش قادر تنزل تتمرن، وطبعا لما يجي رمضان هتقول لي انا كنت صايم فمش هقدر انزل بعد الفطار، ولما تبقى صايم هتقول لي مش هقدر انزل قبل الفطار. انت عارف يا حبيبي زمان كانوا بيعملوا ايه؟ زمان كانوا بينزلوا يدبحوا في بعض في الحرب، وهم صايمين. الجيش بتاعنا كان بينزل يحارب وهو صايم. وانت يا عره، يا حساله، يا زباله، يا ابني. خلينا متفقين ان الدون ممكن يكون مش اكتر انسان هادي في الدنيا، ممكن يكون انفلونسر ناجح، ممكن يكون عنده عضلات، بس اللي احنا متاكدين منه انه عنده قدره على التغلغل في بوكسرك. يعني الدون عنده القدره انه يكشف وساختك كلها ايا كان مخبي ايه. يعني حاطط كام معلقه سكر في الشاي، واكل وجبه زنجر وما شربتش بيبسي دايت بعديها، لعبت بالدمبل وما رجعتوش مكانه. هو يقدر يعرف الكلام ده كله. يعني الدون يقدر يحدد فين نقطه ضعفك وبياخدك انت ونقطه ضعفك يحطكوا في التابلو. وموقف كده لف وريني تيز. يعني ايه لما اكون ماشي مع مراتي ولا خطيبتي ويجي واحد يعكسها اقول له ثانيه واحده بعد اذنك، ايه رايك يا حبيبتي، اضربه ولا نفسيتك هتتعب؟ بتسترجل يالا. انتوا بتجيبوا الافكار دي منين؟ ده شرفك وعرضك، وانت بتعزمها على كوبايه كابتشينو؟ ما هي دي بقى العيال اللي بتبقى لابساها سلسله، عامله لي تاتو، خرمالي ودانها. استرجل يالا. وانتوا علموا عيالكم الرجوله، علموا عيالكم ممات فهو شهيد. ثواني، انا عملت ايه يا اسطى؟ انا عملت ايه؟ حضرتك بتزعق ليه؟ يا عم انا حر يا عم، انا حر، انا كيفي كده، هي تتعاكس مني وانا اعمل معاها سيرفي ونشوف رايها ايه. انت انا راجل بحب المشاركه. اتفرجت على فضيحه الرقاصه، فتحت الموقع، اتفرجت على الافلام، خلاص خلصت، هات ايدك قوم. 3 مصايب هيحصلوا لجسمك طول ما انت بتتفرج على الافلام الاباحيه. طلاق. اول ما هتيجي تتجوز هتكتشف ان الطبيعي والحقيقه غير خالص اللي انت بتتفرج عليه، لان هم بيمثلوا عليك. اللي انت بتشوفه ده تمثيل في تمثيل، الصوت تمثيل، الاحجام تمثيل، الاوضاع تمثيل، كله تمثيل في تمثيل. يعني الناس اللي كانت بتتحشر في الغساله والسباك اللي كان بيبقى قاعد تحت الحوض كل ده طلع تمثيل في الاخر. انا كنت قربت اشتغل دليفري بيتزا. 3 العاده السريه، كل ما تتفرج على افلام اباحيه اكتر كل ما هتمشي في سكه ادمان العاده السريه. 4 ضعف في النظر وهتلبس نظاره ومالكش دعوه باللي انت شايفه، دي جينات. الحل هو انا اعرف منين؟ انا ايش عرفني؟ انا ما اعرفش. انا عايز دليل. انا كمان ممكن اكون جينات، الله اعلم، مين يعرف. حضرتك لما اتكلم بحجه، يبقى معاك حجه علميه على اللي بتقول. يعني اتفضل حضرتك افتح الهيستوري. وموقف كده لف وريني تيز. ماشي. هو عموما الدروس المستفاده من الفيديو بتاع النهارده ان انت انت لو نزلت الجيم وطلع لك باي وتراي بيبقى عندك حق ان انت تنظر على الناس وتفتف في وشهم. خف نونوه بقى. في ايه يا حبيبي؟ خف نونوه. والله انت طلعت ديك امي. نونو
معلش يا نونو، معلش يا نونو، ما تزعليش يا بطاطا. فانت لو نزلت جيم وعملت عضلتين يعني ده بيديك الحق ان انت تنظر على الناس وتطلع تتفتف في وشهم بقى وتدي موعظه. وتاني حاجه اتعلمنا ان الاحجام اللي بنشوفها مش حقيقيه، عشان بس ايه، العين بصيره والايد قصيره يعني، ما بلاش نقعد نعاير بعضينا يعني. بس كده يا جدعان الفيديو خلص. المهم لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب. بص بقولها بود وضحك اللي هو يعني احنا اخوات يعني، مش اللي بينا يعني فيديوهات وبتاع وشير وسبسكرايب. دعمكم للفيديوهات بيفرق يا اولاد وبتحمسوني ان انا اشتغل اكتر، فيا ريت ما تنسوش فعلا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وموقف كده لف وريني تيز.